فالعيد جعله الله عز وجل مكافأة لنا على شهر كامل من الصيام والقيام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرصه على هذه الشعيرة وهذه العبادة العظيمة صلاة العيد كان يخرج لها صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ويأمر الجميع بالخروج لها، الرجال والنساء. فاحرص على صلاة العيد وأعد لها نفسك من اللباس الحسن ومن التهيئة الحسنة ومن التبكير لها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل قبلها تمرات قبل خروجه لصلاة العيد، وكان يخالف بين الطريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. فلا تحرم نفسك هذا الخير العظيم، وهي سنة مؤكدة وعبادة جليلة